عن جديد معكم مودي الشامي. اليوم بدي اشرح لكم عن ابل واتش 3. وعدتكم اشرح لكم عنها المرة الماضية وهي وصلتني من حوالي اسبوع، وحبيت اني اعمل عليها التجارب قبل ما اني اشرح او احكي لكم عنها، لانه هاي اول مرة بستخدم ابل واتش، ما كنت مستخدمة من قبل. طبعا هي اصغر من الحجم اللي انتم شايفينه، بس لانه حاطط لها كفر وحاطط لها ستيكر للشاشة حماية. خليني اول شيء اشرح لكم كيف بتيجي. هي بتيجي هذا البوكس تبعها. طبعا انا الاصدار اللي جايبه اللي هو السيلولار، اللي هو بيكون فينا فيه اي سيم كارد، اللي هي فيني اتصل منها بدون التليفون، بيكون عليه ريد دوت، وفيني ابعت منه مسجات، وفيني استخدم كل شيء بدون الحاجه لاستخدام التليفون. طبعا بيجي هذا الاصدار اغلى من اصدار الجي بي اس العادي، وبيشتغل على شبكات محدودة. يعني بأوروبا بيشتغل فقط، أو عفوا بألمانيا فقط بيشتغل على شبكة التليكوم. حتى بأوروبا بيشتغل على بس ببعض الدول قليلة. على العموم هاي البوكس بيجي فيه هون شوية أوراق وكتالوجات، وبيجي كمان كستك مثل ما بنقول بالسوري أو حزام للساعة، بيكون قياس أصغر. طبعا أنا ركبت الصغير لأنه هذا الكبير. وبيجي بالبوكس هون بتكون الساعة محطوطة، وتحت بيكون في التشارجر اللي هو بيكون وايرلس تشارجر. هذا هو تنحط عليه الساعة. طبعا خلوني اشلح الساعة لحتى افرجيكم اياها. هي الساعة. طبعا فيني اختار الشكل اللي بدي اياه. فيها بيكون هون زرين، اضافة لهون السبيكر والسماعة سوري الميكروفون. ومن وراه فيني اشحنها شحن وايرلس. راح ابدا اشرح عنها. الساعة هي كانت اول تجربتي للابل. طبعا لما اشلح الساعة انا أه بتصير تطلب باسورد مشان اذا كنت حاطه اي شخص ما يقدر يفتحها بدوني. طبعا هاي اذا كانت مشلوحه، اما اذا كنت لابسه اول ما البسها بتطلب مني الباسورد مره واحده، وبس بس افتحها خلاص ما بتعود تطلب مني مره تانية. رح ادخل الباسورد لحتى ابدا اشرح لكم عن الساعه. خلوني اشلحها احسن مشان تشوفوا برياحه، بس رح اضطر احط الكود. ثواني بس. هاي الساعه بس نضغط على الزر تطلع القائمه. طبعا للاسف انه ما حقدر افرجيكم الايقونات لانه صغير الشاشه والاضاءه عاليه. هاي الايقونات بنحرك حركه سريعه. فيني افتح منها كاميرا الموبايل. يعني هلا اذا الايفون جنبي، اذا بضغط على الكاميرا هون بتشتغل الكاميرا تبع الايفون وبصير فيني صور المسجات، الايميلات، الانستغرام، البوكيمون جو، شازام. كتير برامج بتشتغل على الساعة. طبعا هو الاستخدام الرئيسي رح يكون يعني من التليفون لتقدروا تضبطوا او تنزلوا البرامج. يعني من الساعة ما حنقدر ننزل برامج، من التليفون بيكون في عندكم. بس خلوني هاي الايفون بس خفف الاضاءة لحتى اقدر اشرح لكم. هاي مثلا الايفون، نيجي لهون في عندكم الابليكيشن تبع الواتش. هون بنختار الشكل الساعة اللي بدنا اياه وبنعدل عليه. طبعا تحت هون عندنا الخيارات والسيتنجز تبع الساعة، وهون البرامج والبرامج المثبتة، وبعدل كل شي على الساعة من هون. هلا الاشياء اللي رح احكي انا ما رح اشرح تفاصيل كتير دقيقة، بس رح اشرح عن الميزات اللي عجبتني بالساعة. اول شي بطاريتها كتير بتطول. يعني لما استخدم الساعة افضل من الاصدارات السابقة، لاني بعرف ناس او اشخاص استخدموا الاصدارات السابقة. البطارية عندي اذا مثلا بتركها بدون استخدام ممكن طبعا مشحونة فل بتضل حوالي 4 ايام. يمكن تقريبا، يعني بعتقد لانه انا تركتها يومين وكانت حوالي 57% او 50%. يعني على الحالة راح تشتغل حوالي 4 ايام. هاي بدون استخدام. مع استخدام اذا بطلع من البيت الصبح وبرجع المساء مع استخدامه كتير مش شوي، برجع يعني بس بتكون الصبح فل، المساء برجع بلاقيها مثلا 57% او 70% هيك شيء. بس بكون عم استخدمها كل اليوم لانه كل الاشعارات بتيجي عليها. شو فائدتها او شو فوائدها للساعة؟ ليش يعني الواحد فينا لازم يشتريها؟ اول شيء هي فيها فايبريشن بترج. يعني لما يجينا اي اشعار على التليفون اذا كان سايلنت مباشرة بحس بالرجة هون، خصوصا اذا كنت بنايت كلاب ومو حاسس بشوف بتوصل لهون الاشعار ايا كان الاشعار. هلا مو كل البرامج موجودة هون، يعني السناب شات الواتساب مو موجودين، بس الماسنجر والانستغرام موجودين. فيني اتصفحهم، فيني اشوفهم.
فيني اعمل لايكات، فيني رد على الناس. هلا هون التشاتنج بالساعة مثلا اذا فتحنا المسجز، ثواني، هي المشكلة صعب استخدامها بدون ايد لانه كل شوي رح يطلب كودز، بس انه anyway هاي هي الساعة. مثلا اذا افتح المسجات وبدي رد على شخص، انه اسهل شيء في هون بحكي مسج صوتي، يا اما هو بيتحول كتابة، وطبعا بدعم للعربي بشكل فظيع، يعني عم احكي له جمل وكلمات عامية وعم بيحول لي اياها لكتابة وبسرعة يعني. يا اما فيني ابعته الصوت نفسه، او فيني ابعت مثلا في مسجات جاهزة بتكون تحت المحادثة. هاي المحادثة فوق، هون في مسجات جاهزة، هون في الميكروفون، وهون فيني ابعت وجوه ضاحكة للشخص مثلا، او فيني مثلا اعمل مثل تاتش، اكتب باصبعتي على الشاشة او جملة. فيني اتصل من الساعة، في عندي جهة الاتصال هون، مكالمات الاتصال هلا رح اشرح عنها. في عندي هون الكونتاكتس، جهات الاتصال، هاي الاسماء اللي عندي. في عندي مثلا اذا بدي اتصل، في عندي لوحة ارقام فيني اتصل منها. هاي حلاوتها. هلا حلاوة الساعة اول شي، طالما التليفون موجود مع الساعة فيني رح يضل اعتمادها على التليفون. يعني هلا ال 3G او ال 4G ما حتشبك عندي، او ال LTE بتكون اذا بتلاحظوا محطوطة بوضع الستاند باي. هاي برفع اللوحة من تحت نوتيفيكيشن، هاي بالستاند باي. لانه شو، لما بدي اعمل مكالمة رح يستخدم التليفون، لما بقى الانترنت والاشعارات والبرامج كلها رح يستخدمها من التليفون. حتى لما اذا فضيت بطارية التليفون، الساعة رح تشبك على الواي فاي اللي موجود بالمكان. يعني مشان حيث قدر المستطاع ما تستخدم الشبكة لحتى توفر البطارية، لأن لما تستخدم لما تكون الساعة ما فيها واي فاي وما في تليفون جنبها وشابكة على شبكة الجوال على ال LTE، البطارية بتستهلك بشكل أسرع. فهنا قدر المستطاع عم بيحاولوا إنه ما يحتاجوا الشبكة. بس إنه حلاوتها إنه إذا عن جد كنت بمكان ما فيه واي فاي وطفى موبايلي، الساعة بضل فيني استخدم فيها مكالمات واتصل منها واستقبل منها مكالمات، وفيني ابعت منها مسجات. طبعا الاي مسج انا عم احكي، ماسنجر كمان. هاي البرامج انا بستخدمها. اما السناب شات والواتساب بيطلع اشعاراتهم على الشاشة انه في حدا بعت لك شيء او كذا، بس ما راح تكون قدران تكتب لهم شيء من الساعة، بس بتشوف الاشعارات. وما تبقى كل البرامج تطلع اشعاراتهم، يعني حدا بعت لك شيء على سناب شات، حدا حط لك لايك، حدا كل الشيء بيطلع. وفي كتير كمان برامج موجودة للساعة والألعاب على الساعة. هاي أحد أهم الميزات. أما بالنسبة لشو وين بتشتغل الساعة، هي بتشتغل على شبكات محدودة بالعالم. يعني مشان هيك مو كل العالم بيجيبوا إصدار اللي هي السيلولر اللي عليه نقطة حمراء، لأنه إصدار السيلولر متوافق مع شبكات محددة. يعني هلا بأوروبا ما في، يمكن 3 أو 4 بلاد اللي بيدعموا هالساعة، ومنهم ألمانيا. والشبكة وحيدة اللي هي التليكوم اللي بتدعم هالخدمة. والتليكوم مثل ما الكل بيعرف هي يعني إذا بدك تاخد عقد وتشغله على الساعة، لأنه هي اشتراك الساعة رح يكون بدكم تدفعوه على الشبكة، بدكم تدفعوا يمكن حوالي 4 يورو 5 يورو 4 ونص 5 يورو تقريبا. ولازم يكون عندكم عقد مع التليكوم حوالي كمان شي 35 يورو شهريا على 1 أو 2 جيجا. اللي بده يشترك طبعا أنا مفعله. اللي بده يشترك بس انه تقريبا انا بدفع كل شهر حوالي 40 يورو مقابل حوالي 1 أو 2 جيجا. 2 جيجا انا اخذ، بس هو كان اوفر، هو بالعادة 1 جيجا اضافة للانليمتد كولز. بس انه اوكي، انا ال 2 جيجا بايت اللي مشترك فيهم اوكي كافيين الي للساعة وللتليفون. انا بمعظم الاحوال عم بيكون عندي واي فاي. سو مثل ما قلت، هي شوي الناس هون صعبة ممكن تشترك بالتليفون لانه مبلغ كبير مقابل عدد من الجيجايات قليل مقارنة بالشبكات الثانية. يعني انه 40 يورو على 2 جيجا او 1 جيجا هي عادة، مع طبعا اضافة للساعة، لانه هي مع اشتراك الساعة انا عم اقول 40 يورو. غير شبكات مثلا ب 40 يورو ممكن يعطوا 10 جيجا او اكثر حتى من 10 جيجا انترنت. انه مبلغ يعتبر ليس بقليل. فما بعتقد انه كل العالم رح يجيبوها بسيلولر. فاللي مو مهتم لخاصية السيم كارد فيه يجيب ساعة عادية اللي هي ابل واتش سيريز 3 بس بدون سيلولر. هديك تشتغل مع التليفون بكل الأوقات. يعني إنه لازم التليفون يضل جنب الساعة، بس راح الساعة ما حنقدر نعمل فيها مكالمات أو نستقبل فيها أو نفتح فيها إنترنت إذا ما كان في واي فاي. أنا حبيت قصة السيلولر لأنه ممكن أطلع من الصبح للمساء، وأحيانا ممكن نام برا البيت،
ممكن يطفي تليفوني يفضى شحنه من كتر ما بلعب فيه التليفون. حبيت جيب الساعة مشان إذا طفى التليفون ضلني قادر ابعت مسجات وقادر اتصل وقادر استقبل مكالمات، على القليل اخبر الناس اللي بتهمني انه طفى موبايلي او فضي شحني او كذا. هي تقريبا اهم الميزات اللي انا لاحظتها بالساعة، اضافة للايميلات الاي مسج. انا كتير بحب الاي مسج، بستخدمه مع كل العالم. فيكم تختاروا الساعة، مثلا انا حاطط تعدلوا عليها، مثلا حاطط هون الطقس على اليمين، حاطط درجة الحرارة، حاطط تحت هون البطارية، حاطط السان رايز اللي هي امتى تطلع الشمس، والسانسيت امتى بتغيب، والتاريخ. بتعدوا في اشكال كتير للساعة. ثواني بس خليني اشوف اذا بتعملوا. لحظة شوي. هاي شكل تاني، هاي شكل مع ميكي ماوس بس انه مو واضحة هون. في اشكال كتير حلوة يعني للساعة، بس كل واحد فيه يختار الساعة بالشكل اللي بتعجبه. فانا بالمجمل الساعة بعد تجربتي الى انا بنصح فيها. ساعة رهيبة حلوة. طبعا فيكم تغيروا ما بعرف شو بتسموه، الاطار او الكستك نحن بنقولها بالسوري، او الحزام. بتغير بينفك، بنحط واحد تاني. بتحطوا له مثل ما انتم كفر اذا بدكم، حمايه للشاشه. مع انه الحمايه انا جبتها وكتير ممتازه، يعني مو مبينه في لمعه اذا شايفين، بس مشكلتها خففت ان التاتش كان من قبل التاتش تبعها رائع انه سريع، بس انه اتس اوكي ما في اي مشكله. بنصح فيها للساعه. ساعه رهيبه قويه ممتازه وحلوه. واهم من كل شيء لما تنشلح الساعه وتنحط بتبطل تشتغل الاشعارات. يعني اذا كنت تاركين الساعه ورحتوا واجا حدا مسك الساعه ما بتطلع الاشعارات على الساعه. يعني حدا بعت مسج على الواتساب، حدا بعت مسج على الفيسبوك او اي شيء ما ببين. يعني لازم تكون لابسين الساعه. واهم من هاد كله انه اللي عنده ماك بوك اللي هو جهاز اللابتوب من شركه الابل، اللي عنده الماك بوك فيه الواحد يقدر يفتح الماك بوك تبعه بدون باسورد. يعني اذا انت حاطط باسورد للماك بوك تبعك وكنت قاعد جنب الماك بوك تبعك ولابس الساعة، إذا أنت قاعد جنب الماك بوك ولابس الساعة بإيدك، الماك بوك بيفتح بدون باسورد مباشرة. تفتح الجهاز بيفتح بدون باسورد. أما إذا كنت شالح الساعة وحاطها فمستحيل يفتح الماك بوك بدون باسورد. فهي خاصية كتير حلوة. يعني أنا الماك بوك تبعي صار كتير مرتاح فيه حاليا. أول ما أشغل الجهاز دغري بيفتح بدون ما أقعد أكتب الباسورد تبعتي. فطبعا إذا كنت لابس الساعة. فمشان هيك بنصحكم بالساعة لكتير ميزات. يعني أنا صعب بهالفيديو أشرح كل ميزات الساعة، بس إنه ممتازة. شكرا كتير لمشاهدتكم الفيديو، واستنوا فيديوهات جديدة عن منتجات جديدة، وأكيد لمنتجات الأبل. يلا باي. مودي الشامي.